السلام عليكم. كنت كنتفرج دابا في الأخبار ديال TF1. هو يبان ليا واحد الخبر ديال دبلوماسي فرنسي سميتو فابريس أيدون. الاسم ديالو اختلط مع قضية إبستين. الغريب إنه ما حطاتش صور عادية ديال فابريس أيدون، حطات هاد الصور هادي. أنا ما عرفتش أنايا إكزاكتومون يعني شنو المغزى من تحط صور فيها التصويرة ديال سيدنا، ولا قدام القصر الملكي، ولا بحال اللي دارت مع جاك لونغ معاه الناس عاوتاني لابسين زي مغربي. ما شنو هو القصد ديال TF1؟ انا ما كرهتش المحاميين ديالنا ينوضوا يديروا عليها حمله، الناس تنوض دير حمله على هاد التصاور هادو اللي كيحطوهم كل دقيقه. اش دخلنا حنا مع إبستين؟ شنو هو هاد الميساج هذا اللي باغا دوزي TF1؟ شوفي حنا ما احتاريناش حتى مع الجزيره اللي كتحط كل نهار سم من السموم. ما نجيوش نحيرو فيك نتيا اللي مره كتزلقي. يا ريت الناس كاملين اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه ولا يدير بحالو، خليو الناس كاملين يكونوا حاسمين في المواقف ديالنا. هذا تصرف غير لائق من جريده تلفزيه على اساس انها نوتر محايده. واخا انتيا باين عليك بانك ليبرال شويه مايله للدغوات، المهم ما عرفناكش اكزاكتومون شمن اتجاه شاده، ولكن واخا هكاك هادشي راه ما خصوش نسكتوا عليه.